بقى يا مؤمن ده كلام؟ يعني مدرب منتخب مصر بيقول لك انا ما بوعدش بالبطوله. يا سلام، امال انت رايح تعمل ايه؟ بيقول لك لا انا ما بوعدش بطوله الافريقيه، انا مش هوعدكم يا جماعه ان انا اكسبها. يا سلام، امال انت جاي ليه يا عم فيتوريا؟ انت هتجيب لنا جلطه، اقسم بالله اقسم بالله انت هتجيب لنا جلطه. مش كفايه ان انت خدت علي جبر وسايب ياسر ابراهيم؟ يعني ياسر ابراهيم المدافع اللي هو واخد بطوله افريقيا وتالت عالم وسوبر مصري يعني المفروض مع محمد عبد المنعم على طول وحجازي ناخد ياسر ابراهيم. مش كفايه ان انت ما خدتش ياسر ابراهيم؟ مش كفايه حسين الشحات حتى لو عنده اصابه خفيفه ممكن على اخر البطوله يكون خف ويشتغل؟ لكن انت اقسم بالله هتجيب لنا جلطه. يعني فيتوريا ده هيجيب لنا جلطه. خد محمد صبحي اللي ما بيلعبش، خد فتوحي ما بيلعبش، خد لعيبه ما بتلعبش. يعني انا مش عارف اتحاد الكوره يعني جاب الراجل ده يجيب لنا جلطه مثلا؟ يعني الراجل ده هيشلنا؟ يعني الراجل ده بيفهم ولا ما بيفهمش؟ وتلاقيه دايما متنح كده ومتيس يعني انا مش عايز اغلط، يعني حرام يعني. فانا دلوقتي بسال، هل فيتوريا ده مجنون؟ هل الراجل ده مثلا يعني بياخد فلوس علشان يقول لك انا مش هكسب البطوله؟ ما انت جاي ليه؟ ده اي مدرب بيدخل اي بطوله يقول لك انا ان شاء الله لازم اكسب البطوله. حتى انت بتغذي الشعور عند اللعيبه المصريه ان احنا رايحين نكسب، لكن انت بتقول له انا رايح مش هكسب البطوله دي، ما وعدتش ان انا هكسب البطوله دي. طب ما انا كلاعب هتنح وهريح يعني مش هيبقى عندي روح ولا عندي دوافع. انت بتموت الدوافع عند اللعيبه يا عم فيتوريا. يا جدعان انتوا جايبين الراجل ده منين يا جدعان؟ الراجل ده ايه ده؟ يعني ايه انا مش هوعد ان انا هكسب البطوله؟ لا ده انت توعد وتغذي الشعور ده عند اللعيبه وتدي دوافع للعيبه وتطمن الشارع المصري ان انا رايح انافس، وتعمل اداء، جملك، تكتيكاتك، خططك، تغييراتك، تدعيمك. انما انت بداتها ان انت خدت لعيبه مبطله او ما بتلعبش، خدتها. خدت لعيبه تقيله مش قادره تشيل رجلها ومش قادره تجري، خدتها. يعني انا مش فاهم والله. يعني انا مش عارف، هل فيتوريا ده مثلا ما عندوش نظره في اللعيبه؟ محمد صبحي خده وما بيلعبش، فتوح زي ما قلت لك خده وما بيلعبش، احمد سامي وعلي جابر اللي هما ما خدوش اي بطوله، وساب ياسر ابراهيم وساب حسين الشحات حتى لو مصاب. طب ما انت واخد احمد الشناوي مصاب وبتقول على اخر البطوله يكون خف. طب ما تاخد حسين الشحات ونعمل له استشفاء وعلى اخر البطوله يكون خف. انا مش فاهم، هل فيتوريا ده بيستعبط ولا بيستهبل ولا بياخد فلوس عشان يحرق دمنا ولا بياخد فلوس عشان يجيب لنا عبط؟ مش فاهم انا بصراحه. لو اول مره تشوف الفيديو ما تنساش اللايك والمتابعه وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يا ريت تشترك معانا في القناه عشان نقدر نقوم وننهض بيه.